النهاردة هحكي لكم حكاية ذا سالي هاوس أو منزل سالي. في 1800 البيت ده اتبنى وعاش فيه أكتر من عيلة، ومات فيه 3 أشخاص. العيلة اللي جات تسكن في البيت ده هي عيلة مكونة من 4 أفراد: الأب والأم وطفلين، ومن الأطفال دول في طفل رضيع. مبدئيا كده العيلة كانت بتحس ان في اصوات غريبة في البيت، وبتسمع خطوات حد بيقرب عليهم وهم قاعدين، ولكن العيلة مدتش اي اهتمام للموضوع ده، وقالوا انها ممكن تكون اصوات جاية من الشارع او من مواسير المية او من الكهرباء، ومدوش اهتمام للاصوات اللي بيسمعوها. لكن بعد كده حصل مواقف معاهم غريبة خلتهم يتأكدوا ان البيت ده مسكون. ومن المواقف دي، في يوم سألت الجارة الأم سؤال خلتها تستغرب جدا. الجارة سألت الأم وقالت لها: انت ليه دايما بتسيبي النور بتاع الأوضة بتاعت البيبي مفتوح؟ وهنا الأم اتصدمت صدمة، لأنها دايما متعودة إنها قبل ما تنام تتأكد إن أنوار البيت كله مقفولة، وخصوصا أوضة البيبي علشان ما يصحاش من النوم. فالأم استغربت وقالت لها ان هي دايما بتقفل النور، بس خلاص هتاخد بالها وبعد كده مش هتنام غير لما تتأكد ان الأنوار كلها مقفولة. وفعلا الأم بدأت ان هي قبل ما تنام تتأكد ان أنوار البيت كله مقفولة، وخصوصا أوضة البيبي، وقفلت النور ودخلت نامت. وصحيت بعد شوية وراحت تشوف الطفل بتاعها، والغريبة انها لقيت النور مفتوح. فالأم قفلت النور ومدتش الموضوع ده أي اهتمام، لكن بدأت تشك في الموضوع ده، لأن طفلها بقى يصحى كل شوية يفضل يضحك ويلعب كأن حد بيلعبه، وبعد كده ينام تاني. فالأم كانت مستغربة جدا مين اللي بيجي يلعب الطفل ويفتح عليه النور. لحد ما في يوم كانت أخت الأم عندها في البيت، وقرروا هما الاتنين يطلعوا يشوفوا غرفة البيبي. ولما دخلت الأم وأختها شافوا منظر مرعب. شافوا النور بتاع الأوضة مفتوح، والعرايس اللي موجودة في الأوضة كلها عاملين شكل الدايرة على السرير ومديين ظهرهم لبعض. طبعا الأم اتخضت جدا هي وأختها، وبدأوا ان هم يلموا العرايس دول ويعينوهم في مكان مستحيل انهم يقعوا منه، وقفلوا النور وطلعوا وسابوا الأوضة. بعد شوية رجعت الأم تاني للأوضة، والغريبة انها لقيت النور مفتوح، وعروسة من العرايس اللي كانوا لسه شايلينها مرمية على الأرض. بس الأم قالت انها مش واقعة من مكانها، لأن مستحيل تقع من المكان اللي كانت حاطة فيها. الأم قالت ان دي حد مسكها ورماها بعيد. بعد كده الأم بدأت تحس هي والأب بحاجات غريبة في البيت. في يوم الأب عطش وهو نايم، فصحي من النوم ودخل المطبخ وراح يجيب مية وقفل التلاجة. وهو طالع من المطبخ حس بخطوات حد بيقرب منه، فالتفت الأب مرة واحدة، وهنا شاف بنت واقفة بعيد بتبصله وبتضحكله. فطبعا الأب اتخض جدا، بس البنت دي اختفت في لحظة. حاول الأب انه يرسم سكتش للبنت دي علشان يفتكر شكلها، وقدر الأب فعلا ان هو يرسم سكتش للبنت دي، بس طبعا مش شكلها الحقيقي علشان هو النور كان مطفي في اللحظة دي. ده غير ان ابنهم التاني، وده طفل برضه بس كبير شوية وبيقدر ان هو يتكلم، كان بيعمل بعض المواقف الغريبة جدا، وهي انه كان بيبدأ يكسر في الحاجات ويكسر في كل حاجة حواليه. ولما كانوا بيسألوه انت ليه بتعمل كده، كان بيرد عليهم بكل براءة ويقول لهم دي سالي صاحبتي هي اللي بتعمل كده. فطبعا الاهل اتخضوا جدا، مش عارفين مين سالي دي، هما ما بيشوفوش حد في البيت ومفيش حد بيجي يلعب مع ابنهم. فالاب حب يتأكد ان البنت اللي شافها هي البنت اللي بتيجي تلعب مع ابنه، فراح جاب السكتش اللي رسمه ووراه للطفل، والطفل قال لهم ان الصورة دي شبه صورة سالي صاحبته. بدأ الأب وهو نايم يحس ان في حد يجي بيشده من ايده وعاوز يقومه بالعافية،
وبدأ يسمع أصوات كأن حد بيخربش في الحيطة اللي ورا السرير وبيكون عايز يهجم عليهم. هنا الأب اتأكد 1000000% إن البيت ده فيه حاجة غلط، وقرر إنه ينقل العيلة عند بيت أهله علشان يجيب القس من الكنيسة ويشوف البيت ده فيه ايه. وفي اليوم اللي قرر فيه الأب إنه ينقل العيلة بدأ يحس بحرقان شديد جدا في ظهره وكأن حد بيخربشه. فالأم رفعت هدوم الأب علشان تشوف فيه ايه في ظهره، ولقت خربشة فظيعة في ظهر الأب. المهم إن العيلة اتنقلت عند أهل الأب، وجه القس من الكنيسة علشان يشوف البيت ده فيه ايه. أول ما القس دخل البيت عرف إن البيت ده مسكون من روح شريرة. طلب من الأب إنه يقرأ عن تاريخ البيت ده. فلما الأب قرأ عن تاريخ البيت عرف إن الست اللي كانت عايشة قبلهم ماتت في البيت، وإن الست دي كان اسمها سالي وكانت سمرة البشرة. بس الأب استغرب جدا لأن اللي بتظهر له هو وولاده كانت طفلة صغيرة. فالقصة قال لهم إن الحاجات دي لما تحب تظهر هتظهر على صور حاجات ما تخلكوش تخافوا منها، خصوصا لو عندكم أطفال. بعد كده قرر الأب والعيلة إن هم خلاص هيسيبوا البيت ويتنقلوا لبيت جديد، وبعدهم جت عيلة. لكن الغريب إن العيلة الجديدة ما قالتش أبدا إن في أي حاجة بتحصل لهم ولا إنهم بيشوفوا أي حاجة. لكن في يوم قالوا إن أول ما فتحوا باب القبو، والقبو ده يعني حاجة كده زي مخزن صغير بتكون في البلاد، يعني في البيوت اللي في البلاد، بلاد برا بتكون حاجة أساسية من البيت يعني. قالوا ان هما لما فتحوا باب القبو ده لقوا فيه حاجات غريبة جدا. لقوا فيه نجمة، والنجمة دي شبه النجمة اللي بيرسمها السحرة، ولقوا فيه روب اسود وحاجات غريبة كده بيستخدمها الناس لعمل الاسحار. السؤال هنا، هل العيلة اللي كانت قبلهم ما خدتش بالها ان القبو ده فيه حاجات غريبة وان فيه سحر كان معمول في القبو ده؟ ودي حاجة غريبة جدا، لان في بيوت برا، في البلاد اللي برا يعني البيوت، القبو ده حاجة اساسية من البيت. يعني مستحيل تكون العيلة ما خدتش بالها ان القبو ده فيه حاجات وخطوات لعمل السحر. هل العيلة اللي جت بعدهم هي اللي عملت السحر ده، ولا في حد دخل البيت بين العيلة الاولى والعيلة التانية وهو اللي عمل السحر؟ ودي كانت قصة ذا سالي هاوس او منزل سالي. في جزيرة كوست في فلوريدا في سنة 1904 كان في طفل اسمه روبرت وكان معروف باسم جين. الطفل ده كان عايش في بيت ضخم جدا مع والده ووالدته اللي كانوا أغنياء جدا. والده ووالدته كان كل اللي هممهم انهم يسافروا ويتفسحوا، وكانوا بيغيبوا بالشهور عن ابنهم جين. جين كان بيفضل في البيت لوحده مع الخدم والمربية بتاعته اللي كان متعلق بيها جدا. لأنها كانت بتفضل معاه طول الوقت وبتعمل كل حاجة المفروض مامة جين تعملها. المربية دي كانت من أصول من جزيرة البهاما، والجزر دي كانوا معروفين انهم بيمارسوا السحر وانهم بيسخروا الجن لخدمتهم، والمربية دي كانت بتمارس السحر. لكن المعلومات دي ما كانش حد يعرفها عن المربية، لا اهل جين ولا جين ولا حتى حد من الخدم يعرف المعلومات دي. مامة جين كانت بتسيب جين دايما مع مربية، وجين كان متعلق بيها جدا. المعروف عن مامة جين انها كانت عصبية جدا ومتكبرة، وبتطرد اي حد من الخدم لأتفه الاسباب. وفي يوم حصلت خناقة ما بين مامة جين والمربية فطردتها الام. فالمربية زعلت جدا، وده لانها بقالها سنين بتخدمهم وبتحافظ وبتراعي جين. فطبعا المربية زعلت وجين كمان زعل لانه متعود على المربية بتاعته. فالام رفضت ان هي ترجعها الشغل، وقالت لها ان قدامها شهر تلم حاجتها وتسيب البيت وتمشي. وكالعادة سافر اهل جين وسابوه لوحده في البيت مع الخدم والمربية اللي قدامها شهر واحد بس وتسيب البيت وتمشي.
الغريبة بقى ان المربية دي طول الشهر كانت قافلة على نفسها الأوضة وقاعدة طول الوقت في أوضتها، ومحدش كان عارف هي دي جوه بتعمل ايه. حتى الخدم كانوا مستغربين اللي هي بتعمله، ولأن ده حاجة غريبة عنها وعمرها ما كانت كده. المربية فضلت طول الشهر ده قاعدة في أوضتها، وما كانتش بتطلع غير لو هتشوف جين وترجع تاني الأوضة، لحد ما خلص الشهر ده. وأخيرا طلعت المربية من الأوضة، بس المرة دي مطلعتش لوحدها، طلعت وهي معاها دمية في حجم روبرت أو في حجم الطفل جين. حرفيا كانت طول جين أو حتى أقصر منه بحاجة بسيطة جدا. وخدت الدمية دي وودتها لجين، وقالت له ان هي عملتها له علشان يفتكرها بيها، لانها مش هتقدر تشوفه مرة تانية. وقالت له انه يحافظ عليها لانها سمته روبرت على اسم الطفل روبرت. روبرت خد الدمية وفرح بيها جدا، وراح ولبسها لبس البحارة لانه كان بيحب البحارة جدا. مشيت المربية بعد ما ودعت جين وسابت البيت ومشيت. محدش كان مدرك ان بعد ما المربية هتمشي هتبدأ اللعنة. جين بدأ يحب اللعبة جدا، وبدأ ان هو يلعب بيها وما بيلعبش بأي حاجة في البيت غير بالدمية روبرت. كانت الأم متضايقة جدا لأن ده من الهدية دي كانت من المربية اللي هي طردتها، ده غير ان الدمية كانت بسيطة جدا ومعمولة بالقماش بالقطن القديم. فطبعا الأم كانت مستغربة ليه بيسيب الألعاب الغالية ويلعب بالدمية القديمة دي، ولكن مرضتش تاخد منه الدمية لأنها كانت خايفة ان هو يزعل بعد ما طردت المربية بتاعته وهتاخد منه الدمية، فمرضتش ان هي تاخدها منه. بعد كده بدأ يحصل حاجات غريبة. بدأ الخدم يشوف روبرت وهو مقعد الدمية قدامه وعمال يتكلم معاها ومستنيها ترد عليه. فالخدم قالوا ان ممكن علشان الطفل ده مثلا المربية مشيت وانه قاعد لوحده وكده، بيتخيل ان ممكن الدمية اللي هو بيحبها ترد عليه وهو بيكلمها، ومحطوش في دماغهم اي حاجة. لحد ما في يوم كان حد من الخدم معدي من الأوضة قدام الأوضة بتاعة جين، وسمع صوت غير صوت جين تماما. سمع صوت حد بيتكلم مع جين، وطبقة الصوت بتاعته كانت تخينة، يعني مش صوت طفل أبدا، طفل أبدا. فدخلت الخدامة دي على طول على الأوضة، ولقت ان جين قاعد على السرير ومقعد الدمية روبرت قدامه على الكرسي وقاعد يتكلم معاها، بس مفيش صوت تاني بيرد عليه. فقالوا الخدم ان ممكن يكون الولد ده بيتكلم مع الدمية وبيغير طبقة الصوت علشان يحس ان الدمية بترد عليه، وان اللي سمعوه في الأوضة ده هو صوت جين بس بيغير في طبقة صوته. فضل الموضوع ده مستمر لأيام وشهور، لحد ما بدأ يتغير الكلام ده وبدأوا يسمعوا صوت صريخ. في يوم سمعت الأم صوت صريخ جين وجريت على طول على الأوضة بتاعته، ولما فتحت الباب لقيت جين قاعد في ركن في الأوضة وعمال يعيط وبيرتعش، والدمية قاعدة قدامه على الكرسي وعمال يشاور عليها ويقول It's Robert، وعمال يقول لمامته ان روبرت هو اللي بدأ معاه الخناقة. فطبعا الام ما حطتش في دماغها وقالت ان ده طفل، وان يعني هو متخيل ان الدمية شخص بيلعب معاها وكده، وخلاص والموضوع عدى. واستمر الموضوع ده اكتر من مرة، لحد ما في يوم سمعت الام صوت صريخ جين وجريت على الأوضة هي والخدم، واتفاجئوا باللي شافوه. لقوا ان كل حاجة في الأوضة مرمية على جين، مخدات ولعب وكل حاجة في الأوضة محطوطة على جين وهو نايم على الأرض. فالأم اتخضت وشالوا الحاجات دي من عليه وقالوا له في ايه، مين عمل فيك كده؟ رد جين بطريقة كان خايف جدا جدا وبيرتعش، وقعد يقول لهم ان روبرت عايز يأذيه، ان روبرت عاوز يموته. فبعد كده الخدم قالوا للأم ان الخادمة او المربية كانت طول الشهر ده قافلة على نفسها وما بتطلعش، واول ما طلعت وفي ايديها الدمية دي.
فالاهل عرفوا ان خلاص الدمية دي فيها حاجة غلط. الخدم قالوا لهم ان ممكن تكون عملت عليها سحر او فيها حاجة تنتقم للمربية دي بعد ما تمشي من البيت. فكان الاهل عايزين يولعوا في الدمية روبرت، بس الخدم منعوهم وقالوا لهم انهم لو ولعوا في الدمية روبرت كده شرها والحاجة اللي فيها هتملى البيت كله، واللعنة مش هتكون بس في الدمية دي، هتكون في البيت كله. فاقترحوا عليهم ان هم يحبسوها في مكان، وبكده هيكونوا حبسوا الشر بتاعها معاها. الاب خد الدمية وحطها في القبو اللي فوق في البيت وقفل عليها، والكل كان عارف ان الأوضة دي ممنوع حد يدخلها. عدت شهور وعدت سنين وخلاص البيت كله المشاكل اللي فيه هديت واجواء البيت بقت هادية، حتى انهم نسيوا ان كان فيه اصلا دمية في الأوضة فوق، وما بقاش حد بيفتح الموضوع ده ابدا. مرت السنين ومات اهل جين، لحد ما اتجوز جين من بنت جميلة جدا وكان اسمها آني. وآني كانت عارفة بموضوع الدمية دي وعارفة انها محبوسة فوق في القبو، فكانت منع ان اي حد ممكن يفتح الأوضة اللي فوق. بس كان في حاجة طول السنين دي بتحصل، وهي ان الجيران كانوا بيجي يخبطوا عليهم ويقولوا لهم ان في حد قاعد في الأوضة اللي فوق وعمال يبص عليهم ومركز معاهم. فدي حاجة كانت بتضايق الجيران، ولكن لما كانوا بيجوا يقولوا لهم، كانت مثلا آني تقول لهم ان حد من الخدم بينظف الأوضة، او ان مفيش حد وان دي حاجة بيتهيأ لهم او كده، وكانوا بيتوهوا في الموضوع. لحد سنة 1972 لما مات جين، وقررت اخيرا آني انها تبيع البيت. لما جه المالك الجديد للبيت قال لآني ان هو عايز يفتح الأوضة اللي مقفولة او القبو ده، ودي حاجة من حقه. فآني ما قدرتش تقوله ان الأوضة دي فيها حاجة، علشان لو قالت له طبعا مش هيرضى يشتري البيت او هيشتريه بسعر رخيص جدا. ففتحت له الأوضة، وهنا اتفاجئت آني جدا، لقيت الأوضة كلها نظيفة وما فيهاش حتى ذرة تراب واحدة، مع انها مقفولة بقالها سنين ومحدش بيدخلها، وطبيعي ان هي تكون متوسخة ومتطربة. بس الحقيقة انها قالت ان الأوضة كانت نظيفة جدا. والدمية روبرت قاعدة على الكرسي زي ما كان سايبها والد جين من كام سنة. وقالت ان الدمية روبرت كانت قاعدة على الكرسي زي ما سابها والد جين من كام سنة. الغريبة انهم لما فتحوا الأوضة، الطفلة بنت المالك الجديد عجبها جدا الدمية روبرت وفضلت تلعب معاها. آني بقى ما كانش قدامها اي فرصة ان هي تمنع البنت من اللعب بالدمية. البنت خدت الدمية، وهنا اتجددت اللعنة مرة تانية، وبدأت الدمية روبرت تحل لعنتها مرة تانية على الطفلة دي. بدأت البنت تعيط وتصرخ، وبدأ يحصل في البيت مشاكل، وبدأت تتكرر الحاجات اللي كانت بتحصل مع جين مرة تانية مع الطفلة دي. علشان كده قرروا أهل البنت دي إن هم ياخدوا الدمية ويتبرعوا بيها لمتحف. ولما حطوا الدمية دي في المتحف، بدأ العمال اللي في المتحف يقولوا إن هم بيشوفوا الدمية دي وهي بتتجول في المكان، بيقولوا إن هم بيسيبوها في مكان ويرجعوا يلاقوها في مكان تاني خالص. فعلشان كده قرروا ان هم يحطوها في صندوق ازاز علشان اللي يجي يقدر يشوفها ويتحبس شرها معاها. بيقولوا كمان ان الدمية دي كان اللي عايز يتصور معاها لازم الاول يسألها هل هي موافقة ان الشخص ده يتصور معاها ولا لا. لو هزت راسها تقريبا يبقى يتصور، لو فضلت ثابته وراسها ما تهزتش يبقى الدمية دي مش موافقة ان الشخص ده يتصور معاها، وانه كفاية ان هو يشوفها ويمشي. وبكده يكون خلص الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس. فيديو النهاردة محتاجة قبل ما ابدأه اسألك سؤالين. اول سؤال وهو ايه الحاجات اللي المفروض تكون في اي متحف؟ يعني لما ادخل اي متحف ايه الاشياء اللي لازم تكون موجودة فيه؟
وطبعا هترد عليا وتقول ان اي متحف كل الحاجات اللي فيه بتكون حاجات اثرية وليها قيمة وثمينة جدا. وهنا تكون دي اجابة السؤال الاول. وتاني سؤال، هو ايه الاجراءات اللي ممكن اخدها علشان ادخل اي متحف؟ هترد برضو وتقولي ان الاجراءات بسيطة جدا، هو اني هاخد تيكت وادخل المتحف عادي جدا، وغالبا بتكون باسعار رمزية جدا. لكن بقى متحف النهاردة واللي هنتكلم عنه في الفيديو ده غير كل المتاحف. المتحف ده كل الاشياء اللي فيه مش مهم تكون اثرية او ليها قيمة او قديمة وموجودة من الاف السنين. اهم حاجة انه يكون كل قطعة موجودة في المتحف ده يكون ليها قصة مرعبة مع الجن والشعوذة والسحر. وعلشان تدخل المتحف مش شرط انك تاخد تيكت وتدفع ثمنه، الشرط هو انك تمضي على وثيقة مكتوب فيها عدة شروط وحاجات لازم تلتزم بيها جوه المتحف، وتمضي عليها علشان تأكد ان المتحف مش مسؤول عن اي حالات اغماء او اي نوبات توتر او حالة موت ممكن تحصل لك وانت جوه المتحف، لان حقيقة ممكن يحصل لك الحاجات دي جوه المتحف ده. متحف النهاردة هو متحف زاك باجنز. متحف زاك باجنز هو بيرجع لشخص اسمه زاك باجن. زاك باجن دوت شخص مهووس بيشتري الحاجات الملعونة او الحاجات المسحورة والمسكونة والحاجات اللي بيتعمل عليها طقوس وبيدفع فيها مبالغ كبيرة جدا. مبدئيا المتحف ده معمول في قصر، القصر ده كان ملك الاشخاص وتوفوا داخل القصر ده، وكان مهجور لسنين كتيرة جدا، والناس بدأوا ياخدوه مكان علشان يعملوا فيه السحر ويمارسوا فيه طقوس معينة. علشان كده راح زاك باجن واشترى البيت ده او القصر ده من ابن اصحاب البيت اللي توفوا داخل القصر. القصر ده فيه 6 غرف معروفين جدا، اي حد يروح يزور القصر لازم يدخل ال6 غرف دول ويتكلم عنهم. كل وسائل الاعلام وكل اليوتيوبر اللي راحوا المتحف ده اتكلموا عن ال6 غرف دول، لان فيهم حاجات غريبة ومرعبة جدا. اول غرفة هنتكلم عنها هي غرفة موجود فيها كرسي الشيطان الهزاز. الكرسي ده ليه قصة غريبة جدا. كان في 2 مسؤولين عن ان هما بيتحروا في قضايا الشعوذة وبيساعدوا لو في شخص لابسه شيطان بيساعدوه ان هو يخرجوا الشيء ده منه. ال2 دولت منهم واحدة اسمها لورين. المهم ان كان في ولد اسمه ديفيد، وديفيد ده كان لابسه شيء، فراحوا علشان يطلبوا مساعدة لورين والشخص اللي معاها، وال2 دول معروفين جدا في قضايا الشعوذة والسحر. المهم ان هم راحوا علشان يعملوا جلسة علشان يقدروا يخرجوا الشيء ده من ديفيد. المهم ان في الجلسة دي كان موجود شخص قريب ديفيد، فالشخص ده كان عمال يستفز الشيء او الجن اللي كان لابس ديفيد، وعمال يقوله ان هو شيء ضعيف وانه لو قوي يدخل فيه وهكذا، لحد ما فعلا الشيء ده خرج من ديفيد ودخل فعلا في قريبه. المشكلة هنا بقى ان لورين والشخص اللي معاها اكدوا ان هم شافوا مجسم غريب قاعد على الكرسي ده، وهو ده الشيء اللي كان في ديفيد وخرج ودخل في قريبه. واكدوا ان مفيش حد فعلا شاف الشيء ده غيرهم هم بس، لان فعلا دي شغلانتهم وهم يقدروا يشوفوا الحاجات دي. طبعا زاك اول ما عرف الموضوع ده بعت واشترى الكرسي. المهم ان في شخص مسؤول في المتحف ان هو اللي بياخد الحاجات دي ويحطها في المتحف. الشخص ده لمجرد ان هو بس لمس كرسي الشيطان الهزاز، من الوقت ده والشخص ده بيحصل معاه كوارث وكوابيس واشياء وتهيؤات غريبة جدا لمجرد ان هو لمسه. علشان كده في المتحف حاطين الكرسي ده في مكان الباب بتاعه بيتفتح لوحده وتدخل وتتفرج على الكرسي من بعيد، علشان ممنوع ان انت تلمس الكرسي او ممنوع ان انت تلمس اي حاجة في المتحف ده كله اصلا.
لما بتدخل الأوضة بتاعة الشيطان، كرسي الشيطان الكرسي من بعيد وبيشتغل ليه المكان اللي محطوط فيه الصوت ده هو صوت الكرسي بتاع الكنيسة، وهو بيساعد لورين والشخص اللي معاها ان هم يخرجوا شيء من ديفيد، وصوت صريخ ديفيد وصوت صريخ لورين. ويعني الحاجات دي من الجلسة اللي كانوا عاملينها علشان يخرجوا. This opportunity, but wouldn't it be cool if something you felt something? No. Just no, don't win me. I'll touch it with you. Come on. No, I'll touch it with you. ده الشيء ده من ديفيد، وبتشتغل ليك إضاءة كده علشان يدخلوك جوه المود. تاني غرفة معانا هي غرفة فيها حاجات بسيطة جدا لكن شيء غريب. أول حاجة فيها صالون، الصالون ده قديم جدا، فزاك جابه وحطه في الغرفة دي. محطوط في الغرفة دي كمان هيكلين عظميين لشخصين حقيقيين. الهيكلين دولت كانوا بيتعمل عليهم طقوس معينة او طقوس شيطانية موجودة، كانوا حاطينهم في معبد بيمارسوا عليهم الطقوس. وديفيد اشتراهم من المكان ده وحنطهم، حط عليهم بعض المواد علشان هيئتهم تفضل زي ما هي وما يحصلش ليهم اي تحلل. الهيكلين العظميين دولت لاشخاص حقيقية، بس محدش عارف الهيكلين دول لمين. تالت غرفة معانا غرفة فيها مراية. بيتقال ان كان في ممثل مشهور جدا، ممثل قديم جدا يعني، كان عنده المراية دي وكان بيمارس عليها طقوس علشان عايز يشوف من خلالها المستقبل. لكن الطقوس اللي عملها دي ما خلتوش يقدر ان هو يشوف المستقبل، بس زي ما يكون لبسه شيء او حاجة. الطقوس دي بعد كده بعد ما خلصها بدأ ان هو يقعد قدام المراية بالساعات ويفضل يتكلم قدام المراية ويفضل قاعد ساكت. وهنا الناس شكوا فعلا ان الشخص ده عمل طقوس على المراية. بعد كده الشخص ده توفى وجه شخص تاني عاش في الشقة. الشخص اللي جه بعد الممثل ده برضو كان بيحصل معاه نفس الحاجات اللي كانت بتحصل للممثل، ومات موتة بشعة. لحد الآن الشخص ده محدش عارف هو مات ازاي وايه سبب موته. بعد وفاته بنت اخته او بنت اخوه مش متذكرة خدت المراية دي وكانت عايزة تتخلص منها، فحطتها في الحمام اللي هو اصلا يعتبر مكان للاشياء دي. حطت المراية والتفتت كده عشان تطلع من الحمام، لقت حاجة بتخنقها ومسكاها وعمالة تخنق فيها من رقبتها، والبنت كانت خلاص هتموت. واول ما الشيء ده شال ايده من عليها، هي طبعا ده شيء غير مرئي، البنت فعلا لقت علامات للخنق على رقبتها. اول ما زاك برضو عرف الموضوع ده بعت واشترى المراية. المهم ان المراية دي زاك حاططها في المتحف ومغطينها علشان لو انت بصيت للمراية دي قدامك حاجة من اتنين: يا اما ما تحسش باي شيء وتتفرج على المراية كأنها اي تحفة عادية، او انك تشوف او تحس بشيء غريب وهنا تبقى مشكلة. كان في شخص بيتفرج على الحاجات دي في المتحف، ولكن هو مش مؤمن ابدا بالجن والشعوذة والسحر. كان هو والجيرل فريند بتاعته او حبيبته في المتحف، وزاك فضل يحذره ان هو ما يعملش كده او ان هو ما يبقاش مستهتر بالحاجات دي، لان فعلا الشخص ده ما كانش مصدق ابدا ان الحاجات دي ممكن تضر اي بني ادم. ففضل ان هو يتريق وكان واقف قدام المراية، ولما التفت وادى ظهره للمراية وقع مرة واحدة على وشه اغمى عليه. ولما حبيبته نزلت ان هي تساعده او تحاول تفوقه، لقت حاجة بتخنقها نفس اللي حصل لبنت اخت الشخص اللي كانت في الحمام. لقت ان في شيء بيخنقها وعمال يضغط على رقبتها، ولما شالت الشيء ده شال ايده من حوالين رقبتها، البنت لقت فعلا في اثار خنق على رقبتها. رابع غرفة معانا هي اكتر غرفة عليها تحذير شديد اللهجة. يعني لما تخش الغرفة دي بيدولك عدة تحذيرات كده وشروط حاجات لازم تعملها قبل ما تدخل الغرفة. الغرفة دي هي غرفة بيجي ذا دول او العروسة بيجي. بيجي دي علشان تدخل الأوضة بتاعتها لازم ان انت اول ما تدخل تقول لها هاي بيجي. لازم ان انت تحترمها، لان انت لو ما احترمتش بيجي
تقدر ان هي تطردك من الأوضة بكل سهولة. في فيديو من كاميرات المراقبة في بنت دخلت مع اصحابها بس هي ما قالتش هاي بيجي، وفعلا بيجي ما خلتهاش ان هي تقدر تخش الأوضة بتاعتها. ولما سألوا زاك عن الفيديو ده قال ان في ناس كتير قوي قالت ان البنت دي كانت ممكن هي وقعت، لكن البنت قالت لزاك ان هي لما جت تدخل الأوضة حست ان في شيء بيدفعها وبيزقها بره الأوضة، ده كله علشان ما قالتش هاي بيجي. في فيديو تاني برضو لفريق مشهور جدا على يوتيوب كانوا رايحين عند بيجي وكانوا عاملين دوشة وعمالين يتكلموا بصوت عالي ويضحكوا، ففجأة سمعوا بيجي وهي بتقول get out، يعني اطلعوا برا. هما من الدوشة ما سمعوهاش، بس المرشدة هي اللي سمعتها وقالت لهم انتوا سمعتوا بيجي بتقول لكم ايه؟ فقالوا لها هي بتقول ايه؟ قالت لهم بتقول لكم اطلعوا برا علشان انتوا بتعملوا دوشة وصوت عالي. فقالوا خلاص باي بيجي وسابوا الأوضة وطلعوا برا. خامس غرفة معانا هي غرفة الديبك بوكس. ده شيء مرعب اكتر من كل الحاجات اللي فاتت. الديبك بوكس ده هو عبارة عن صندوق كده. اصحاب الديانة اليهودية معتقدين ان الديبك بوكس ده فيه لعنة تخصهم او يعني كده في اعتقادهم، لان جوه الصندوق ده موجود كتابة باللغة العبرية. المهم ان الديبك بوكس ده اي حد بياخده بيحصل ليه اشياء بشعة جدا، وممكن ان هو يموت بسبب الصندوق ده. الشخص اللي اشترى الصندوق ده خده وبدأ يحصل معاه اشياء بشعة جدا. هو ما اداش اي اهتمام وما حسش ان الحاجة دي من الصندوق، فخد الصندوق ده واداه لوالدته هدية. والدته اول ما فتحت الصندوق جالها سكتة دماغية وماتت. فاهلها خلاص حسوا ان الصندوق ده فيه شيء غلط وقرروا ان هما يبيعوه وعرضوه للبيع، وعرضوا كمان اسباب البيع، يعني كتبوا ان من ساعة ما اشتريناه واحنا بيحصل معانا كذا وكذا، ولما والدتنا جت تفتحه جالها سكتة دماغية وماتت. فكان في شخص مش مصدق ان في ممكن الصندوق ده يعمل كده، فراح واشترى البوكس ده منهم. لكن اول ما فتحه لقى ان عينه بدأت تنزف دم، و4 اشخاص من اهله ماتوا في نفس اللحظة مرة واحدة في نفس اليوم. فهو خلاص باعه لزاك. زاك لما خد البوكس ده قال ان من يوم ما اشتراه وهو بيحس باشياء بشعة جدا، وكذا مرة يتعرض لحادث، وكان في اشخاص عايزين يموتوه. علشان كده قرر ان هو يحطه في بوكس ازاز علشان يعني اللي هو نبعد عنه ونبعد عن شره ونحبس الشر بتاعه جواه. الديبك بوكس ده موجود، ممنوع ان انت تلمسه، لانك لو لمسته يبقى كأنك عايز تموت او عايز يحصلك اشياء بشعة. اخر غرفة معانا هي الغرفة رقم 6، ودي بترجع لدكتور. الدكتور ده زاك خد المكتب بتاعه بالحيطان بالمكتب بكل شيء، كل شيء محطوط داخل المتحف. يعني الغرفة عبارة عن غرفة بتاعة الكشف بتاعة الدكتور ده. الدكتور ده كانت سمعته سيئة جدا ومعروف بان هو شخص سيء. الشخص ده كان معلق لوح غريبة جدا في الأوضة بتاعته. كان يعني يعتبر اي حد بيدخل الأوضة دي في المتحف بيحس بضيقة وبيغمى عليه. بيقولوا ان الأوضة دي في المتحف هي الأوضة الوحيدة اللي فيها كاميرات المراقبة وقدامك الشاشة بتاعة كاميرات المراقبة. الدكتور ده حصل بسببه حالات انتحار كتيرة جدا، وهو كان بيساعد في حالات الانتحار. كمان ليه جرائم كتير جدا دخل السجن وتحاسب وتعاقب عليها. اي مريض كان بيدخل الأوضة دي عند الدكتور كان بيحس انه خلاص انا عايز انتحر دلوقتي. الأوضة كلها لوح لأشكال وحاجات مرعبة وحاجات غريبة. الدكتور ده هو اللي كان بيرسم اللوح دي، وبيقول ان دي الأفكار الشيطانية اللي في دماغه بيطلعها على اللوح. فأي حد كان بيدخل الأوضة كان يعني بيحس بضيقة وبخنقة وكان بيقرر الانتحار، والدكتور ده كان بيساعده على الانتحار.
ده غير ان زاك حاطط في غرفة كده محددة، حاطط فيها العربية الفان بتاعة الدكتور، لان العربية دي حصل فيها حالات انتحار بطريقة الخنقة، او يعني يشغلوا ثاني اكسيد الكربون ومثلا ويقفلوا العربية، فالشخص اللي جوه العربية ده بيتخنق. دي الطريقة اللي كان بيموت فيها الناس في العربية دي او بينتحروا بيها، بطريقة ثاني اكسيد الكربون. العربية بتاعة الدكتور دي مات فيها اكتر من شخصين بمساعدة الدكتور، وبعدها الدكتور ده خد العربية الفان بتاعته لمكان، المكان ده مثلا بتاخد العربية بتاعتك وتقوله ان انت عايز تتخلص منها، فبيكسروها وبيفككوها وكده. فهو خد العربية بتاعته ووداها للمكان ده وقال لهم ان هو عايز يفكك العربية ويتخلص منها، ومضى على ورقة. بس صاحب المكان حس ان العربية دي يعني قطعة اثرية كده وثمينة، فمرضاش ان هو يكسرها او ان هو يفككها، وبعت لزاك. وزاك لما عرف راح وخد العربية دي، وصور كمان الورقة اللي الدكتور ماضي عليها بان هو عايز عربيته دي يتخلص منها. في غرفة اخيرة غير الست غرف دولت، وهي غرفة موجود فيها صور لأشهر القتلة اللي موجودين، سواء كانوا أطفال أو ناس كبيرة أو ستات، موجود ليهم صور كلهم، وموجود ليهم حاجات من أشيائهم أو من أغراضهم الخاصة موجودة داخل الغرفة دي. بس المتحف فيه حاجات كتيرة جدا، يعني مش بس فيه حاجات دي، كمان فيه غرف تانية وفيه أشياء تانية، وكمان فيه أشياء ثمينة وقيمة، وفيه كمان حاجات كانت موجودة في أماكن حوادث. المتحف ده يعني مرعب جدا وفيه إثارة، فقولولي لو انتوا تحبوا تزوروا في يوم من الأيام المتحف ده. وبس كده خلصت معانا حكاية متحف زاك باجنز. 2014 طلع فيلم اسمه أنابل. الفيلم ده بيحكي عن قصة حقيقية لدمية مسكونة. الدمية دي هي الدمية أنابل اللي ليها قصة حقيقية ومرعبة مع بنتين. يلا بينا نشوف قصة الدمية أنابل ونشوف ايه هي حقيقتها. في بنت اسمها دونا. دونا دي عايشة هي وصاحبتها انجي في سكن خاص بيهم. هما الاتنين بيشتغلوا وهما الاتنين بيدرسوا التمريض، وده يوضح لنا ان دونا مهاش صغيرة في السن. في عيد ميلاد دونا والدتها قررت انها تجيب لها هدية غريبة شوية، فراحت لمحل بيبيع الانتيكات وحاجات قديمة، وخدت من عندهم عروسة قديمة وراحت ادتها لدونا. ودونا على الرغم من ان سنها مش صغير الا انها فرحت جدا بالدمية دي، وخدتها وحطتها جنبها جنب السرير بتاعها. وهنا بدأت المشاكل، لان دونا وانجي بدأوا يلاحظوا ان في حركات غريبة من الدمية دي، يعني يسيبوها في وضع ويرجعوا يلاقوها في وضع تاني خالص. يعني مش بس يبقوا سايبينها قاعدة يرجعوا يلاقوها واقعة على الأرض، لأن دي حاجة وارد إن هي تحصل مع أي حاجة. ممكن نحط أي دمية على السرير ونرجع نلاقيها مثلا واقعة أو واقعة على السرير، أي حاجة. لكن الغريب إن الدمية دي كانوا مثلا يسيبوها قاعدة يرجعوا يلاقوها مثلا مربعة ايديها، أو يسيبوها على الأرض يرجعوا يلاقوها على السرير، او يسيبوها مثلا دون تسيبها في اوضتها ترجع تلاقيها في المطبخ او في الصالة. فهنا بدأوا هما الاتنين يشكوا ان حد فيهم بيعمل مقلب في التاني. يعني انجي مثلا بتشك ان دونا بتعمل فيها مقلب، ودونا بتشك ان انجي بتعمل فيها مقلب علشان تكره العروسة. فدونا راحت قالت لها انت ليه مثلا بتشيلي العروسة من مكانها، ليه عايزة تخوفيني منها، ليه عايزة تكرهيني فيها. فانجي قالت لها ان هي ابدا مش بتيجي جنب الدمية دي، وابدا عمرها ما جت جنبها ولا حركتها من مكانها. استمر الوضع كده لحد ما بدأ الموضوع يزيد اكتر، لحد ما في يوم دونا لقت ان الدمية دي عليها بقع دم. ولما راحت فضلت تفتش في الدمية، لقت ان مصدر الدم هو الدمية نفسها. لقت ان الدمية بتنزف دم. ازاي قطعة من القماش جماد بينزف دم؟ ده غير انهم لقوا جنب العروسة دي او الدمية دي رسائل مكتوبة على ورق
نوعية الورق ده مش موجودة في البيت ومكتوبة بخط طفل، وكانوا بيلاقوا الرسائل دي مكتوب فيها ساعدونا او مكتوب عليها ساعدوا لو. طبعا لو ده هو خطيب او يعني حبيب انجي، وكان من بداية دخول العروسة او الدمية دي البيت وهو مش مرتاح ابدا، وكان بيقول لانجي دايما ان هو حاسس بشر من العروسة دي، وحاسس دايما ان هو مش مرتاح وان في حاجة بتخليه كاره البيت في وجود الدمية دي. علشان كده أنابل ما كانتش بتحب لو لأنه كان كاره وجودها في البيت. المهم ان الموضوع كده زاد عن حده، وقرروا ان هما يجيبوا وسيطة روحانية علشان تقول لهم ايه الموضوع، لان في البداية كان الموضوع طبيعي ان العروسة تبقى تقع او تتحرك من مكانها حركة بسيطة، لكن ان هي تتحرك من مكان لمكان تاني او من اوضة لاوضة وبقع الدم اللي بتطلع منها وكمان الرسائل الغريبة اللي بتبقى جنبها، ده شيء غريب ولازم يتخذوا فيه موقف. جابوا وسيطة روحانية علشان تقول لهم ايه الموضوع. الوسيطة الروحانية بعد ما خلصت شغلها قالت ليهم ان الدمية دي مسكونة، بس مش مسكونة من شيء ممكن يأذيهم. قالت ليهم ان الروح اللي داخل الدمية دي هي روح طفلة صغيرة اسمها أنابل، وأنابل دي توفت وهي صغيرة، وهي دلوقتي محتاجة حد يكون صديق ليها، فهي حبت ان البنتين دولت يكونوا أصدقائها. طبعا اي حد معانا هيحصل معاه نفس الموقف ده اكيد مش هيخلي انابل او الدمية دي موجودة في البيت معاه لحظة كمان، وهيحاول يتخلص منها باي طريقة. لكن البنتين دونا وانجي غير كده تماما. الغريب انهم قرروا ان هم يكونوا صحاب انابل، وقرروا ان هم يخلوا الدمية موجودة معاهم في البيت علشان يكونوا اصدقاء للطفلة انابل. طبعا ده شيء غريب بالمرة، واللي كان رافض الموضوع ده هو لو، وكان رافض تماما ان الدمية الغريبة المسكونة بروح طفلة دي تكون عايشة معاهم في نفس البيت، وكان مستمر في انه يقول لهم انه مش مرتاح ابدا لوجود الدمية دي داخل البيت. لكن البنتين اصروا ان الدمية تفضل معاهم، وانجي كان دايما تقول له ان دي هدية من مامة دونا وما ينفعش اني اقول لها تطلع الدمية دي بره. فاستمرت الدمية دي في البيت في وجود البنتين، ولو كان ساعات بيروح يزورهم ويقعد معاهم، وكان احيانا بيبات معاهم. وفي يوم كان لو رايح وكان هيبات عندهم في البيت. طلعوا البنتين وناموا في الدور التاني، ولو كان نايم تحت على الكنبة. لو صحي في نص الليل وكان حاسس ان البيت ده فيه ضوء غريب جدا. المهم انه قام لما ملقاش حاجة حاول ان هو ينام تاني، وفجأة حس ان في شيء تقيل جدا محطوط على بطنه. فطبعا هو بيرفع راسه يبص يشوف ايه محطوط عليه، لقى الدمية أنابل قاعدة على بطنه وبتبص عليه وبتزحف عليه علشان عايزة توصل لرقبته. طبعا هو حاول يقوم، ولكن هو بيقول انه كأنه مشلول ومهوش قادر، لا يقدر لا يتكلم ولا يتحرك ولا يصرخ ولا اي حاجة. والدمية فضلت ان هي تتحرك عليه لحد ما وصلت لرقبته، وفضلت ان هي تخنق فيه لحد ما صحي له من النوم، اكتشف ان هو كان بيحلم. فبسرعة راح على دانا وانجي وفضل ان هو يحكي لهم على اللي شافه، وان لازم هما يروحوا ياخدوا خطوة جدية ويشوفوا اي حد يساعدهم على انهم يعرفوا حقيقة الدمية أنابل. فهم طبعا قرروا ان هم ياخدوا فعلا خطوة جدية. راحوا ولقوا الاتنين دولت هما ايد ولورين. ايد ولورين هما اتنين متجوزين معروفين ان هما
بيساعدوا الناس في قضايا الشعوذة، ودول اللي كنت اتكلمت عنهم في فيديو متحف زاك باجنز. هما الاتنين بيساعدوا الناس في ان هما يطلعوا الارواح الشريرة، ولو في بيت مسكون، لو في شخص لابسه شيء، لو في دمية ملبوسة زي أنابل، فبيساعدوا اصحابهم ان هما يتخلصوا من الحاجات دي. راحوا هما الاتنين لإد ولورين وطلبوا منهم مساعدتهم. طبعا لورين كان عندها كده زي حاجة مميزة بيها، وهي انها لما بتدخل اي مكان بتعرف هل الشيء اللي فيه ده شر ولا قوة خير. واول ما لورين دخلت البيت حست ان الشيء اللي في البيت ده شر كبير جدا، وان الدمية او البنت او الروح اللي في الدمية هي مش روح بنت صغيرة، وان الوسيطة الروحانية غلطت غلطة كبيرة جدا، لانها قالت لهم ان الروح اللي في العروسة هي روح طفلة صغيرة عايزة ان هي تكون صديقتهم. لكن الحقيقة غير كده، لان الروح اللي كانت في الدمية هي روح عايزة تستولى على جسم حد منهم وعايزة تلبسه. علشان كده كانت بتحاول تتخلص من لو، علشان كان بيكرهها وعاوز يتخلص منها بأي طريقة. ده غير ان كان في موقف مرعب جدا مع لو مع الدمية روبرت. كان مرة لو وإنجي قاعدين في البيت لوحدهم، وكانت دانا في الشغل بتاعها. فلو وإنجي كانوا عايزين يطلعوا زي رحلة، وكانوا ماسكين في ايديهم خرايط وعمالين يتكلموا هيروحوا فين وكده. فسمعوا صوت من غرفة دانا، مع العلم ان هما الاتنين بس اللي كانوا في البيت. فهما الاتنين راحوا علشان يشوفوا ايه اللي في غرفة دانا. وكانت الدمية روبرت قاعدة في الصالة او قاعدة وراهم. فلو بيقول ان هو ماشي كان حاسس ان في شيء ماشي وراه، فاللي بيلتفت مرة واحدة هو ملقوش اي شيء غير الدمية أنابل قاعدة وراهم وبتبص عليهم. فكملوا في طريقهم للغرفة، وبعد كده سمعوا صوت فظيع ولو حس بشيء غريب، فصرخوا هما الاتنين. وبعد كده بصوا وراهم لقوا ان الدمية أنابل قاعدة وبص عليهم وحط عينيها في عينيهم، وجنبها رسالة مكتوب عليها هل افتقدتموني. فحصل كمان ان في صوت غريب جدا طلع من الأوضة بتاعة دانا في اللحظة دي، فدخل له علشان يشوف ايه الصوت ده. وفجأة دخلت وراه انجي، لقت ان لو مرمي على الارض والقميص بتاعه كله متقطع. ولما شالوا القميص عن جسم لو لقوا ان جسمه فيه اكتر من 7 كدمات وحاجات كده شبه الحروق والخربشة. علشان كده قرروا ان هم ياخدوا قرار ان هم يروحوا لإد ولورين. المهم ان لورين لما دخلت البيت وقالت ليهم ان القوة اللي في البيت دي قوة شر، وان هي لازم تخلصهم من الدمية روبرت. فقررت ان هي تاخد الدمية معاها هي وجوزها، لانها كانوا عاملين زي متحف. المتحف ده كان في المكان كده تحت البيت زي القبو، هو اسمه قبو عندهم. المكان ده عاملينه زي متحف، كل مثلا ما يروحوا يطلعوا شيء من مكان ياخدوا منه الحاجة اللي كانت ملبوسة او الحاجة كانت مسكونة، على اساس ان هي ذكرى، وعلشان برضو يحموا صاحب الشيء. يعني مثلا خدوا الدمية أنابل علشان يحموا البنتين دولت، لو كان لسه في الدمية دي أذى أو شر ياخدوا الدمية هم هيقدروا يسيطروا عليها. فخدوها، وبيقولوا ان هم طول الطريق كان عمال يحصل معاهم مواقف غريبة ويسمعوا اصوات مرعبة من العربية، وكان هيعملوا حادثة اكتر من مرة. ولكن لان دي شغلتهم ولانهم متعودين على كده قدروا ان هم يسيطروا على الوضع، ووصلوا للبيت ونزلوا للمتحف اللي عاملينه في القبو، وخدوا العروسة وحطوها في صندوق زجاجي علشان يحموها ويحموا الناس من شرها ويبعدوا عن شرها. المهم ان العروسة دي كان الناس دايما بيروحوا يتفرجوا عليها. وفي يوم راح ولد هو وبنت صاحبته كانوا رايحين يتفرجوا على الدمية أنابل، والولد ده كان شغال يستفز في العروسة، وكان عمال يقول لها ان هي مجرد دمية، وان هي ما تقدرش تعمل له حاجة، وان هي لو قوية تأذيه. المهم ان قال له انك لازم تمشي دلوقتي من المكان، وان اللي عملته ده غلط وما كانش ينفع انك تعمله.
الولد ركب عربيته هو والبنت اللي معاه ومشيوا، وبعد 3 ساعات وهم على الطريق العربية بتاعتهم عملت حادثة شنيعة والولد ده مات في الحادثة. وكمان كان في قصة تانية لراجل كان رايح المتحف وفضل ان هو يتفرج على العروسة، وبرضه كان عمال يستهزأ منها ويقلل منها ويقول لها ان انتي مجرد دمية وانك ما تقدريش تأذي اي انسان. وفعلا حصل معاه برضه حادثة كبيرة جدا ولكنه ما ماتش. المهم ان الناس من بعد ما سمعوا الحوادث اللي بتحصل بسبب ان الناس بتستهزأ بأنابل بطلوا ان هم يستهزئوا منها ابدا، ويعني مجرد بس ان هم يروحوا يشوفوها من بعيد كده وخلاص، لا حد يتكلم معاها ولا حد يتكلم يعني يستهزأ منها ولا حتى حد يقدر ان هو يلمسها. لكن في 2020 طلع خبر هروب الدمية أنابل من متحف إدوارد لورين. الدمية مش موجودة في المتحف، وهنا الناس حصل ليها ذعر كبير جدا، لان الدمية دي شايلة جواها شر كبير جدا يقدر يأذي اي حد قدامه. والناس طبعا كانت خايفة ان يكون الخبر ده صحيح، لكن الخبر ده طبعا ما كانش صحيح. ولكن مجلة نيوز ويك الامريكية طلعت بيان وقالت ان طبعا الاخبار دي كلها اشاعات وان الدمية موجودة في مكانها. الموضوع هو ان المتحف بتاع إدوارد لورين كان موجود في منطقة سكنية، فمع الوقت السكان بدأوا ان هم يشتكوا عن المكان ده، لان ما ينفعش ان متحف فيه حاجات خطيرة زي الحاجات دي زي الدمية أنابل انه يكون وسط منطقة سكانية. ده غير كمان ان كانوا بيشتكوا من الناس اللي راحة تزور المتحف انهم بيقفوا بيعطلوا لهم حياتهم، بيعطلوا حركة السير عندهم وبيعملوا صوت مزعج. علشان كده الحكومة قررت في 2017 ان هي توقف المتحف شوية. علشان كده اخو إد قرر ان هو ياخد الدمية أنابل عنده علشان ما يحصلش اي شيء او اي حد يدخل ياخدها ويطلعها والحاجات دي. فالناس كانوا بيقولوا ان الدمية اختفت علشان الموضوع ده، ولكن الحقيقة ان الدمية أنابل لسه محطوطة في الصندوق الزجاجي بتاعها، ولو طلعت منه يبقى اكيد في حاجات وحوادث كتيرة قوي هتحصل بسبب الشر الموجود في الدمية أنابل. وبكده يكون خلص معانا حكاية الدمية أنابل وبس كده. 2 أغسطس سنة 1993 حصلت حادثة جبل كمار دبان. الحادثة دي نجا منها شخص واحد بس، والشخص ده لحد الآن محدش عارف يعرف منه ايه اللي حصل. الشخص ده لحد الآن ساكت وما بيتكلمش. يا ترى ايه اللي شافه الشاهد الوحيد علشان يخليه ساكت طول المدة دي؟ ده غير انك لو عملت سيرش عن الشخص ده مش هتلاقي عنه معلومة واحدة او اي دليل يدلنا عليه، كأن الشخص ده اختفى مرة واحدة علشان ما يتكلمش عن الشيء اللي شافه. ايه اللي حصل ليهم خلى الشاهد الوحيد او الناجي الوحيد يكون في حالة الذعر والصدمة دي؟ يلا بينا نعرف حادثة كمار دبان. في 2 أغسطس سنة 1993 انطلق جروب مكون من 7 أشخاص لرحلة من مورينو إلى جبال كمار دبان علشان يعملوا رحلة تسلق للجبل. المهم ان الرحلة دي كان فيها 7 أشخاص. القائد وهي القائدة لودميلا وتيتانيا وتيمور وفيكا ودينيس وساشا وفالنتينا. فيكا هو اختصار لاسم فيكتوريا. المهم ان انطلقت الرحلة دي، وعلى الرغم من ان اعمارهم كلهم من 20 او اقل من 20، ولكن كانوا معروفين في مجال تسلق الجبال، وكانوا معروفين ان هم ممتازين في المجال ده. والقائدة لودميلا كانت معروفة من ان هي ممتازة في مجالها، وانها قائدة صارمة
كمان قاسية على اللي بتدربهم، ولكن كانوا بيحبوها، وده لان هم عارفين انها كانت بتخاف عليهم زي اولادها. المهم انطلقت الرحلة دي في 2/8 والجو كان لطيف. عايزة اقول لكم ان جبل كمردبان جبل مش صعب في تسلقه، يعني كأنك ماشي، ولكن كل شوية كأنك ماشي لفوق كده، يعني كأنك بتطلع سلم وماشي لفوق. يعني الجبل مفيش اي صعوبة في تسلقه. ده غير ان الجو يوم 2/8 كان الجو صافي جدا وما كانش فيه اي مشاكل في الجو. وعدى اول يوم من الرحلة، ونيجي اليوم 3/8، اليوم اللي بدأ الجو فيه يتغير وبدأت الرحلة تكون أصعب وأصعب. الغيوم فجأة بدأت تتكون، والأمطار بدأت تنزل، والرياح بدأت تيجي، وكل شيء كل مدى ما بيزداد. يعني الأمطار بدأت تزيد مرة واحدة، ولكن الفريق كان عنده حماس ونشاط كبير جدا، فقرروا ان هم يستمروا في الرحلة بتاعتهم. ولكن وصلوا لمرحلة ان هدومهم كلهم بقت فيها مية كتير جدا، مبقوش قادرين ان هم يتحركوا من تقل الهدوم. وهنا لودميلا قررت ان هم يعسكروا في المكان اللي هم فيه ويستنوا لما الجو يبدأ يهدى ويبقى صافي شوية. المهم عملوا خيمة علشان يقدروا ان هم يعسكروا في المكان اللي هم فيه، وحاولوا ان هم يولعوا نار علشان يتدفوا، ولكن بسبب شدة الرياح ما قدروش ان هم يعملوا كده. المهم عدى يوم 3 أغسطس وجي يوم 4 أغسطس اللي الجو فيه بقى أسوأ من الأول، وكل شيء عمال يزيد أكتر من الأول، والأمطار كل مادة ما بتزيد، والرياح كل مادة ما بتشتد. وهنا قرروا ان هم يفضلوا قاعدين مكانهم لحد ما الجو يتعدل. وجي يوم 5 أغسطس والجو بقى صافي، والفريق كان عنده نشاط وحيوية، وقرروا ان هم يكملوا رحلتهم، وبدأوا يحمسوا في نفسهم ويقولوا لبعض انهم اجتازوا اكتر مواقف صعبة ممكن يعدوا بيها. يعني اجتازوا الوقت اللي كان الجو فيه مش احسن شيء، واللي كان فيه رياح وامطار، وقدروا ان هم يتغلبوا على الجو السيء. فاكيد مش هيقابلهم اي عاصفة تاني ولا اي حاجة مش كويسة هتقابلهم تاني، لانهم ما كانوش يعرفوا اللي هيحصل لهم بعد شوية. المهم بدأوا يتحركوا تجاه المكان اللي كانوا عايزين يوصلوا ليه. وهنا وقف ساشا مرة واحدة وبدأ يصرخ بأعلى صوت وبدأ يبكي، وكلهم بدأوا يبصوله وهم مصدومين ومستغربين من اللي بيحصل. وفجأة بدأ الدم ينزل من مناخيره وبقه ووقع على الأرض، والدم بدأ ينزل كمان من ودانه. وفجأة سكت وبطل صراخ، ونزلت لودميلا تشوف ماله، لقت انه خلاص مات. وفجأة بدأت تصرخ وهي كمان الدم بدأ ينزل من عينها وبقها ومناخيرها، والمجموعة كلهم بقوا في حالة بنظار وما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل. دينيس بدأ يجري ويستخبى ورا الصخور، وفالنتينا كانت متجمدة من الرعب في مكانها، وكمان تيتانيا بدأت ان هي تهرب وتستخبى بين الصخور، ولكن فجأة بدأت تضرب راسها في الصخور لحد ما مرة واحدة سكتت، لان جمجمتها كانت اتكسرت واتدمرت نهائيا. اما تيمور فبدأ يجري وكان عايز يهرب، ولكن وقف مرة واحدة وما قدرش ان هو يكمل، علشان هو كمان الدم بدأ ينزل من كل مكان، وكمان مات في نفس اللحظة. وفيكا او فيكتوريا حاولت ان هي تهرب، وحصل معاها نفس الشيء اللي حصل ليهم كلهم. وهنا ما يفضلش عندنا غير دينيس وفالنتينا. دينيس بدأ ان هو يستخبى ويجري هو وفالنتينا علشان يهربوا لأبعد مكان، لكن فجأة حصل لدينيس نفس اللي حصل ليهم كلهم، كأن شيء بيلف عليهم واحد ورا التاني. ايه الشيء الغريب اللي يخلي 6 اشخاص يموتوا مرة واحدة بطريقة بشعة ومش مفهومة؟ صراخ وبكاء شديد، والدم بينزل من كل مكان من جسمهم وفي وشهم، من الودان ومن المناخير ومن البق ومن العين.
ايه الشيء البشع اللي بيحصل ده؟ المهم ان فالنتينا كانت في حالة من الرعب والذعر، وكانت مصدومة جدا. بدأت تجري ناحية الغابة، وبدأت تجري لأكتر من 10 دقايق، وفجأة وقفت وقالت ان هي هتقعد ترتاح شوية، وما كانتش قادرة ان هي تفكر في اي شيء، ولا قادرة تحس ايه اللي حصل لأقرب اصدقاء ليها، وايه اللي حصل من شوية، وهل الشيء اللي حصل لهم ممكن يحصل لها دلوقتي ولا لا. حاولت ان هي تهدى وتفكر هتعمل ايه. ما عندهاش لا اكل ولا مية، ولا عندها اي شيء تنام عليه، ولا ليها معاها خريطة ولا اي حاجة تساعدها على ان هي تطلع من المتاهة اللي واقفة فيها. وكل شيء كان مع الجروب في المكان اللي حصل فيه الحادثة. ومن التعب راحت في النوم، وصحيت تاني يوم، وهنا قررت ان هي تروح نفس المكان اللي حصل فيه الحادثة البشعة، وتجيب الاغراض اللي هي محتاجاها. وده طبعا قرار مش سهل ابدا. وفعلا اتجهت نحو المكان اللي كان فيه مكان اصدقائها، وراحت وخدت من هناك اكل وشرب والخريطة، وخدت كمان كيس للنوم علشان تبقى تنام فيه. المهم ان هي معاها الخريطة ومعاها ادواتها، ولكن ما كانتش تعرف ابدا المكان ده، ولا فاهمة اي شيء في الخريطة، لان اللي كان مسؤول عن الخريطة هي لودميلا، ودلوقتي لودميلا مش موجودة. بدأت تمشي وهي مش عارفة هي رايحة فين، ولا المكان اللي ماشية فيه هيوصلها لفين. فضلت ماشية لأكتر من 3 أيام، لحد ما وصلت عند نهر، وقررت ان هي تخيم هناك، وحطت ادواتها وراحت في النوم. وصحيت على صوت ناس جاي من الناحية التانية من النهر، وهنا كأنها غريق بيتعلق بقشاية. بدأت انها تعوم في النهر مع درجة الحرارة المنخفضة جدا للمية، وبدأت ان هي تحاول توصل الناحية التانية من النهر علشان تحاول تسمع او تشوف مين الصوت ده جاي منين علشان تستنجد بالناس دول. المهم انها لقت فعلا ان في جروب الناحية التانية من النهر، وبدأت تصرخ وتبكي، وكانت منهارة من اللي هي فيه. وبدأوا ان هم يهدوها، ولما هديت شوية شرحت ليهم كل اللي حصل لها. المهم انهم خدوها وراحوا لأقرب قرية من المكان اللي كانوا فيه، وهناك اتصلوا بالشرطة. وهناك فالنتينا حكت للشرطة كل اللي حصل، وفعلا بعتوا فرق انقاذ ليها وفرق بحث. المهم ان هما لما بعتوا فرق البحث بعتوها يوم 21 اغسطس. متخيلين فرق الوقت ما بين وقت الحادثة و21 اغسطس؟ يعني حوالي اكتر من 15 يوم فرق ما بين الوقت اللي حصلت فيه الحادثة، او الوقت اللي لقوا فيه فالنتينا وبلغت فيه الشرطة، والوقت اللي بعتوا فيه فرق البحث. المهم لما فرق البحث راحت لقطت المكان اللي فيه الجثث، وفعلا وصلوا ليهم. وهناك وصف المنظر ان هو منظر مرعب جدا ومنظر بشع. وصف المنظر ان الجثث كانت منتفخة جدا، والدم كان نازل فعلا من الاذن والانف والفم، واحيانا كان في بعض الجثث اللي كان نزل الدم من عينيهم. وصفوهم ان هما الجثث كانت منتفخة جدا لدرجة ان هدومهم كانت ضيقة عليهم جدا، ده غير ان عينيهم كانت داخلة لجوه. وفي بعض الجثث اللي كانت من غير حذاء. وقالوا ان جثة لودميلا كانت فوق جثة ساشا، وده فعلا اللي حصل لما لودميلا نزلت تطمن على ساشا، ولكن لقيته انه مات وحصل معاها اللي حصل، وبعد كده ماتت وجثتها كانت فوق جثة ساشا. وهنا الناس كلها كانت بتسأل سؤال، وهو ايه اللي حصل معاهم وليه حصل معاهم. الناس كلها بدأت تطلع نظريات وأفكار، وكل واحد عنده رأي كان بيقوله. الطب الشرعي قال ان كلهم ماتوا نتيجة لانخفاض درجة الحرارة، ما عدا لودميلا قالوا ان هي ماتت نتيجة سكتة قلبية. ولكن كلهم ماتوا تقريبا بنفس الطريقة، يعني كلهم بدأ الدم ينزل من الأنف والأذن والعين، وبدأوا يصرخوا، وحصل لهم حالة كده من الذعر، وكانوا بيبكوا بطريقة مش طبيعية وماتوا. ليه كلهم ماتوا
عن طريق انخفاض درجة الحرارة، ولودميلا الوحيدة هي اللي ماتت بالسكتة القلبية، مع انهم كلهم ماتوا بنفس الطريقة، ولودميلا ماتت بنفس الطريقة اللي ماتوا بيها ال5. هنا بدأت الناس كلها تطلع نظريات. في نظريات كانت بتقول ليه فريق البحث قعد لحد يوم 21/8 علشان يوصلوا ليهم، ليه مش في نفس اليوم؟ وقالوا ان ممكن تكون دي كائنات غريبة او غازات سامة او تجارب للجيش الروسي، وبدأ كل شخص يطلع اتهاماته او يطلع آراءه ونظرياته. قالوا في ناس قالوا ان لودميلا متفقة مع الجيش الروسي، قالوا ان هي المفروض ما كانتش انها تاخد الفريق وتخيم في المكان ده لما لقت الجو بدأ ان هو يكون سيء، المفروض كانت خدتهم وراحت ناحية الغابة، ناحية المكان اللي هربت فيه فالنتينا، لانه هيكون مكان امن اكتر من المكان اللي خيموا فيه. قالوا انها ممكن تكون متفقة مع الجيش الروسي ان هي تاخد التيم بتاعها وتوديه في المكان ده علشان يعملوا تجارب لغاز معين، ولكن في ناس تانية قالوا انها لو متفقة معاهم اكيد ما كانتش هتعرض حياتها للخطر، وكمان قالوا ان هي كانت بتحب الفريق بتاعها جدا وما كانتش ممكن تعمل كده، ولو هي عملت كده ليه فالنتينا محصلش معاها نفس اللي حصل لهم؟ اما بقى بالنسبة لفالنتينا فكانت مختفية تماما، يعني قالت الكلام اللي قالته عن الحادثة وبعد كده فضلت ساكتة، والناس قالوا ان هي كانت مصدومة جدا وفضلت مختفية، فالناس طلعوا برضو عليها نظرية وقالوا انها ممكن تكون شافت الشيء الحقيقي او الشيء المرعب اللي حصل لهم، علشان كده هربت ناحية الغابة لحد ما الشيء ده يبعد عن المكان اللي فيه الادوات بتاعتهم، وبعد كده رجعت تاني لما اطمنت انه ممكن يكون بعد عن المكان. وقالوا ان هي ممكن كمان تكون متفقة مع الجيش الروسي. نظريات كتير قوي طلعت. قالوا كمان ان ممكن الشيء اللي حصل للتيم ده مخليهمش يموتوا ولكن خلاهم يفقدوا الوعي، وهنا ماتوا نتيجة لانخفاض درجة الحرارة زي ما كان مكتوب في الطب الشرعي. وفي يوتيوبر عمل بحث عن الموضوع ده وقال ان في مادة او عامل ليه علاقة بالاعصاب كان بيتم تطويره من ناحية الاتحاد السوفيتي من سنة 1970 ل 1990. اللي لفت انتباه اليوتيوبر ده هو الآثار الجانبية للمادة دي، وهي انها بتخلي الانسان ينزف من انفه والاذن والفم وكمان العين، وانها كمان ممكن تخلي الشخص يموت بسبب السكتة القلبية. والدكاترة قالوا ان اجسام الضحايا كانت ممكن تستحمل انخفاض درجة الحرارة، ولكن المادة دي بتعمل تلف في الاعصاب، علشان كده ما قدروش يستحملوا انخفاض درجة الحرارة. وده يوضح لنا تشخيص الطب الشرعي اللي قال ان كلهم ماتوا بسبب انخفاض درجة الحرارة، ولودميلا ماتت بسبب السكتة القلبية، خصوصا ان في سنة 1993 يعني سنة الحادثة كانت آخر سنة يتم تطوير المادة دي فيها. والغريب هو ان المكان اللي كانوا بيعملوا فيه المادة دي كان حوالين جبل قمار دبان، يعني قريب جدا من المنطقة اللي كان فيها التيم بتاع لودميلا، وده يوضح سبب الحادثة او على الاقل هو نظرية من النظريات اللي طلعت عن الحادثة. وبكده تكون خلصت معانا قصة حادثة قمار دبان. لو عايزين قصص تانية زي الموضوع ده ما تنسوش تكتبولي في الكومنت وتعملولي لايك لو الفيديو عجبكم وتعملوا شير للفيديو. Коровина. Никто из них больше. Я поднялась Коровиной, глаза у Саши были